زوجها اتصلت بي قالت أنا متزوجة من 12 سنة. ممتاز. عندي ولد وبنت. ممتاز. قالت وأنا صراحة لي شهرين وأنا أستخير ما أبي هذا الرجل هذا سيء. قلت لها شوفي يا الأجودية، أنا بسأل أسئلة الآن وتجاوبيني بكل صراحة. يلا بسم الله نبدأ. وشلون الزوج في إنفاقه؟ قالت ما شاء الله. قلت وشلون الزوج مع أهله؟ لأن هذه مهمة بعد. قالت ما شاء الله يحب أهلي وأهلي يحبونه. قلت ما شاء الله. طيب هل هو يضرب؟ قالت هذا اللي بقى بعد. يعني عندها المرأة شخصية. قلت طيب ممتاز. أنت موظفة؟ قالت نعم أنا شبه أدير العمل. قلت ممتاز. أنت تبغين تديرين البيت زي العمل؟ فبكت. عرفت أنها وقعت في مأزق. يوم هدت قلت أنت وش الإشكالية عندك؟ زوجك أقل منك؟ قالت إيه. هذا ما يعيبه. قالت لا بس إنه كأنه يبغى يدق خشمي في البيت. أنت بارك الله فيك أنت متقلصة شخصية العمل في البيت وهذا ما يصلح يا بنتي، لابد تفصلين العمل عن البيت. بكت وتأثرت. قالت طيب وش تنصحني فيه؟ قلت أنت الآن والله أنك قلتي يعني ذكرتي عن الرجل شيء إيجابي شيء فوق الخيال، احمدي ربك حتى الدخان ما هو بيدخن. قالت اي واللهم لك الحمد والشكر. قلت انا الان اعطيتك هالبرنامج تمشين عليه ثم يصير بيني وبين اتصال وتواصل. قالت خلاص. اتصلت علي بعدها يمكن شهرين او 3 شهور. قالت سبحان الله العظيم بديت افكر وبديت اطلع بديت انظر اثري فعلا وين الان. فحاولت اجاهد نفسي اني افصل بيت عن العمل.